السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يا رب تكونوا في أفضل حال. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تيسر بها أمورنا. النهاردة إن شاء الله بعرض لك المكنة الدايو 4 موديل 2025 الفرز الثاني HG المصري. زي ما حضراتكم شايفين المكنة قدام حضراتكم، كل حاجة بالتفاصيل. طبعا المصري معروف ان هنا مفيش كلمة دايو موجودة بس على المارش. كلمة دايو بتبقى موجودة هنا في الحتة دي على المكنة الأصلي بس. طبعا معروف ان في الHG حنفية البنزين دي بتبقى كبيرة زي ما حضراتكم شايفين كده، اللي هي الكبيرة العريضة. بصوا المكنة قدام حضراتكم اهي، وعندنا هنا الشاسيه. طبعا جميع المكن الدايو تمام مبقاش فيه الشاسيه بومبي ولا كلام من ده، بخلاف الهوجن. عندنا هنا 2 فتحة شكمان، 1 فتحة بيجو. عندنا الكليبرتير قدام حضراتكم. طبعا هنا المكنة تعمل بالمنافلة والمارش. عندنا الفرامل، الجنط الأمامي، طبعا هنا خزنة الباكم. طبعا في المكن الأصلي ده الكلام هنا بالصيني مش بالإنجليزي تمام. العداد السرعة 160، بس طبعا ما انصحش لحد ان هو يدور ان يقفل العداد على 160 تمام، لان غلط على الراكب وغلط على المكنة وغلط على الموتور. ربنا يسترها علينا وعليكم يا رب. احنا جايبين المكن عشان ناكل بيه عيش ونشتغل بيه ونقضي مشاورنا، مش طالعين سباق. يعني انا بفضل ان اي حد سايق مكنه اقصى حاجه ليه ما يزودش عن سرعه 80-90 كيلو كده كويس، يبقى ماشي في امان، يقدر يحافظ على نفسه ويحافظ على الموتور ويحافظ على المكنه كلها. واهم حاجه طبعا انك تحافظ على نفسك قبل اي شيء. كل حاجه قدامكم بالتفاصيل. طبعا اليافطة هنا في الHG بخلاف الأصلي تمام. إن شاء الله هوريكم برضو الدايو الأصلي دلوقتي علشان تبقى عارف الفرق ما بين المكانتين إيه. عندنا المكنة كلها بالتفاصيل ماشي، ودي برضو زيها، دي المصري الفرز التاني. دي عندنا هنا الاتنين دول مصري. ان شاء الله هوريكم الاصليه باذن الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.